في الموبايل انت بتبقى مزنوق كده في جزء ومحتاج تكبر، يا اما بقى تقلب الموبايل وكل شويه بقى يجيلك نوتيفيكيشن وبتاع. لا هو عامل زي الكتاب بس كتاب صغير، فعادي بتبقى بيج واحده وبتصفح. النهارده احنا هنتكلم عن اهم جهاز في 2024 من وجهه نظر السيوي. تحب نقول اسمه ولا مش دلوقتي؟ لا انا اللي اعرفك باسمه. طيب اولا انا هديك، انت اولا ما قدمتنيش. ما هو هي دي الفكره. انا اولا هدي الفرصه لاحمد السيوي ان هو يقدم نفسه. طبعا هو اسمه احمد السيوي، اتفضل بقى عرف نفسك وخد الجهاز معاك. انا احمد السيوي، طالب في ألسن عين شمس سنه ثانيه. بحب اتعلم لغات، هوايتي اتعلم لغات، اتكلم تشاينيز وانجلش، ومهتم عموما بمجال تعلم اللغات وكده. ودي من التولز اللي ساعدتني جدا 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 في ان انا اقوي الانجلش والتشاينيز بتاعي. مبدئيا كده ده شكله اسمه ايه بقى؟ ده جهاز كيندل، هو اصدار امازون، فهتلاقي عليه من ورا كده تصنيع امازون. يعني الجهاز عباره عن قارئ الكتروني. هو قارئ الكتروني يعني بحط عليه الكتب واقدر اقرا الكتب عليه باي لغه، ومش بيوجع العين، او معمول بتقنيه اسمها تقنيه الحبر الالكتروني، اللي هو حبر على في الجهاز نفسه بيتشكل زي البورد مثلا اللي احنا كنا بنجيبها واحنا يعني صغيرين، تلاقي تحط القلم فالحبر يتشكل. فمثلا انا دلوقتي قافله، ما بيتقفل ما بيقفلش خالص، هو الحبر بياخد صورته تاني ويعمل اوكي كده. يعني اصلا الشاشه ما بتضلمش؟ لا هو يعني الشاشه بتفضل كده، الحبر يعني بيتشكل. يعني هو اللي جوه ده في حاجه جوه، في حبر. طب الحبر بقى لما مثلا بيبقى فيه كلمه واحده بس والباقي ابيض، بيتشكل بقى على حسب الجهاز، يطلع لك يعني مثلا لو فتحناه دلوقتي قدامكم هتلاقوا حتى فتحاته غريبه. انا دلوقتي فاتح عليه كتاب عربي، فهو الحبر بيتشكل وبيديك الموضوع ده. طب بالليل بقى، بالليل هو فيه برضو اضاءه، بس مش الاضاءه اللي هي البلو لايت بتاعت الموبايلات، لا هي اضاءه عباره عن ليدات، فبرضه ما بتاثرش عليا. انا لو جيت اقرا على الموبايل مش هقدر اكمل ساعه او ساعتين. تاني حاجه ان الموبايل مليان ابلكيشنز تانية ونوتيفيكيشنز تانية، فده مخصص للقراءه بس، ما فيهوش اي حاجه غير الكتب. بالظبط. ده شغال بتقنيه اسمها تقنيه الحبر الالكتروني، يعني عباره عن حبر وبيتشكل في الشاشه. يعني مثلا لو جيت اقفله هو مش هيقفل خالص، هو الحبر اللي موجود في الشاشه هيتشكل تاني ويعمل شكل. في الضلمه هو برضو مزود بيه ضوء، بس مش ضوء الموبايل، ضوء حاجه ليد متوزع هنا كده في الجهاز نفسه، مش بيوجع العين برضو خالص، صحي. هو اصلا لو انت في الشمس ده مش هيستهلك من البطاريه، مفيش حاجه هتنور، صح؟ لو انا في الشمس دلوقتي هو بياخد اللايت، السان لايت، ويشكل بيه، هو مش محتاج ياخد ضوء من جوه الجهاز. طيب ازاي بقى ساعدك في ان انت تتعلم اللغه؟ وقبل كده ازاي بتحط عليه اصلا الحاجه؟ ازاي بتحط عليه الكتب؟ طيب هو ده بيشتغل بصيغ غير صيغه البي دي اف. يعني انت مثلا لما تيجي تحمل الكتاب بيبقى قدامك كتاب بصيغه بي دي اف، زي ما في كتاب بصيغه بي دي اف وكتاب بصيغه وورد وكتب تانية كتير، في صيغه اسمها اللي هو الالكترونيه. في الاي بوب دي اول حاجه، وفي الموبي في كذا صيغه تانية. فانت هتسرش على كتاب، نحطهم كده يعني، ممكن نحطهم قشطه. فانت هتسرش على كتاب مثلا ريتش داد بور داد، بدل ما تكتب ريتش داد بور داد بي دي اف بتكتب اي بوب. زائد ان في عليه امازون كيندل ستور، تدخل تلاقي ملايين الكتب، اي كتب متوفره، بالذات الانجليش. ممكن من العربي يكون في نقص شويه، بس الانجليش بالذات. فانت تقدر تحمل كتب او تقدر تابلود كتب. ازاي بقى انقل؟ يعني انا معايا كتاب على الموبايل بصيغه اي بوب دي، انقلها ازاي بقى هنا؟ بس هو لازم برضو نقول في الاول ان لازم تراعي حته حقوق النشر دي، تحاول مثلا تشتري كتاب افضل، ده كده كده دي زيها زي اي حاجه تانية. طيب انا معايا الكتاب، هو الكندل ليه ايميل، بتاخد الكتاب ده بيبقى 2 او 3 ميجا، بتبعته للايميل بتاع الكندل، تعمل ريفرش الكتاب بيظهر. او من اللابتوب بتاخد الايميل بتاع الكندل. يعني انت مدخل ايميل هنا؟ هو امازون لما انت بتشتري الكندل بيديك ايميل، يقول لك الايميل ده الايميل خاص بيك، تبعته. فبتبعت عليه البي دي افس مثلا، او بتبعت عليه سوري الاي بوب. هو بيقرا برضو بي دي اف. يعني انا لو معايا كتب بي دي اف هيقراها، بس مش هيبقى بنفس السلاسه بتاعه ونفس الميزات اللي موجوده في الاي بوب. بس فانت تقدر تقرا عليه بكذا صيغه، وبتحمل له كتب، او من اللابتوب بتحط له وصله وتشغله هنا. هو في بلوتوث بس مش بيستقبل بلوتوث فكره الكتب. اعتقد البلوتوث هنا للاوديو بوكس، يعني هو كمان تقدر تسمع عليه اوديو بوكس، بس مش بيطلع هو صوت. تحط مثلا ايربودز وتخليه معاك تسمع عليه اوديو بوكس، فهو مينلي مخصص هو ممكن يقرا لي؟ يعني في مثلا قارئ؟ لا مفيش الفيتشر. الاوديو بوك ده انا صراحه ما جربتش عليه اوديو بوك قبل كده، بس انت ببساطه ممكن تنقل زي ما بتنقل الكتب الثانيه، تحطها وتحط ايربودز وتسمع عليه، فبيبقى مفيد جدا، بالذات لو كتب انجلش او الكتب الانجلش والكتب اللي هي اللغات. لا مفيد، اسبانيش، انجلش، جيرمان، كل حاجه. يعني تقريبا برضو احنا لو واحد معاه بي دي اف، كتاب بي دي اف، هو ممكن يعمل له يغير صيغته. هو ممكن يغير صيغته
اي بوب، بس انت في الغالب مش هتضطر لكده يعني. انت في الغالب لو بتقرا الكتب العاديه، الكتب العربي في مكتبات ليها بيكون عليها متوفر الصيغ دي. يعني انت لو دخلت المجتمع القراء هتلاقي الحاجات دي. عامة اللي انا بعمله عن نفسي ان انا بجيب كتاب PDF، ولو ما لقيتلوش اللي هو الصيغة بتاعت PUB دي بعمل لها ترانسفورميشن على ويب سايت خارجي. ممكن نحط برضو ويب سايت قشطة تحت كده ولا حاجة. تمام. ازاي بقى اتعلمت عليه لغة، او ممكن يبقى مفيد ازاي في تعلم اللغات؟ بص، هو الكتاب ده حرفيا هو داهيه في حته تعلم داهية؟ اللغات دي. داهيه بمعنى حلو. كنت بقرا كتاب انجلش عليها، هو في بيلت ان ديكشنري. انا لو انا بقرا كده واتكيت على اي كلمه، مثلا هنا انا متكي على intentional، هيطلع لي التعريب بتاع intentional لا هنا. نزل شوية. اوكي، هيطلع لي التعريب بتاع intentional هنا. اوكي. او ممكن اعمل سوايب كده يطلع لي ترانزليشن. الترانزليشن بتاعها سواء عربي او اسبانيش يعني او في اصلا زي جوجل ترانسليشن انتجريتد كده بالظبط. حاجة مش محتاج نت. الديكشنري مش محتاج نت، تمام. بس الترانزليشن محتاج نت. زائد ان انا عملت كده بيكونكت واي فاي طبعا. بيكونكت واي فاي عادي خالص. تمام. زائد ان انا لو عملت كده، طب يتحط له سيم كارد؟ لا مش بتحط له سيم كارد، بس خليني اكمل. لو انا عملت كده بتحفظ الكلمه اللي انا لسه عاملها دي كفلاش كارد، فانا اقدر ادخل اراجع على الكلمات اللي انا لسه عارفها من الفلاش كاردز. فسي انا بقرا كتاب قرات في اليوم 10 صفح او 20 صفحه، لا انا ممكن اضغط الاقي نفسي مجمع مثلا 100 كلمه، ادخل اراجع عليهم بكره، بيوريني السياق بتاع الكلمات دي وبيوريني اكزامبلز عليها انا واخدها فين. هفهمني. جامد. في برضو حته وورد وايز، ممكن انت مش لازم تضغط على كل كلمه. لو انت شاري كتاب او كده بيبين لك فوق مثلا الكلمات اللي محتمل انت ما تعرفش معناها، فيبين لك زي هنت صغير عليها دي كده معناها ايه. في العربي برضو حاجه لطيفه، لو ناس بتقرا حاجات عربي معقده شويه زي مثلا نجيب محفوظ، في انا مصطلحات مبقاش عارفها، في ديكشنري عربي برضو بضغط على الكلمه بيطلع لي فيها ديكشنري. انت عارف ان اكتر حاجه عجباني فيه ايه؟ ان هو يعني انت في عز النهار انت شايفه كانه كتاب بالظبط. يعني مش عارف باينه ولا لا. انت على فكره مزاولنا، يا اما تيجي لو انت عايز تيجي تعالى. ايه رايك في ده؟ حلو. تعالى تعرف كده ايه ده؟ عشان كذا. تعرف تقرا ولا ما تعرفش تقرا؟ نعرف اقرا. لو قال انه زي الموبايل عادي بشكلنا وحش قوي. ان شاء الله ما يقولش كده. سيبه هو يجاوب، ما تحجرش على رايه. طيب انت ايه رايك؟ قول، ايه رايك مين احسن؟ الهاتف طبعا. مين اهم واحد؟ التليفون. طب يا جماعه ده معنى طب يا جماعه ده انا فكرت عامه. ايوه لكن في قراءه ده احسن. تمام. اختار يا حبيبي ولا ده؟ واحدة. الله عليك يا حبيبي، هو ده الاختيار. احنا مبسوطين ان انت دخلت معانا في الفيديو ده. اعمل باي باي بقى الخمسه اللي بيشوفونا. للخمسه اللي بيشوفونا. ده بتكون علبه بسيطه كده، تيجي بتفتحها بيكون معاه التايب سي بتاعه، بس انا مش موجود معايا حاليا. تشحنه عادي وبيشحن سريع، ممكن نص ساعه يشحن يقعد معاك. هنا برضو ممكن تقرا عليه بالصيني، ان انا لغتي الاساسيه تشاينيز، فبيبقى فيه هنا مطلع الخنزات بالصيني، تك عليه الشرطه ويبين الديكشنري. بس انا ما اعتقدش ان هو في التشاينيز بيساعد كتير في حته الكلمات. يعني الديكشنري بتاعه مش احسن مش حاجه؟ يعني اقوى حاجه هو الانجليش واللغات اللاتينيه. طب وممكن ترانزليشن بقى هنا؟ ممكن ترانزليشن عادي جدا. طيب امتى بقى اشوف ان انا لازم اجيب الجهاز ده، او امتى لا ممكن استغنى عنه باي حاجه؟ يعني امتى اجيبه؟ بس تجيب الجهاز ده مبدئيا حاجتين: مهتم باللغات وبتقرا كتب. وخلينا نقول انك بتقرا كتب في المقام الاول. يعني لو بتقرا في الشهر فوق الكتابين او فوق ال3 كتب، بالذات لو كتب انجلش، لان انا ما اعتقدش حته ان انا اقرا كتب انجلش دي على ورق واقعد اطلع الكلمه احطها في ديكشنري وبعدين ارجع اقرا، دي فصلان اصلا بروسيس عشان اطلع كلمه واحده. ده في ثانيه واحده بيطلع لي الكلمه، فمش متعب. لو انت بتقرا كتب انجلش لا، ده هيبقى افضل يعني اختيار ليك بجد. وكمان انت لو بتتعلم لغات فانت بتقرا انجلش برضو بتاخد الكلمات دي ما بتضيعش منك، هي بتتحافظ هنا على الجهاز. بتقرا اسبانيش او جيرمان او اي حاجه، لا هيبقى مفيد قوي في حته تعلم اللغات. ممكن في الاسبوع تعدي ال 200 300 كلمه، تراجع عليهم، تعمل هنا هايلايت، تعمل اللي انت عايزه. فلا، لو انت حد بيقرا كتب كتير، بالذات لو كتب لغات، او ناوي تتعلم انجلش وتفكر تنمي الريدنج بتاعك، تاخد كلمات زياده من الانجلش، فلا ده هيبقى اختيار يعني مثالي. في برضو بيجي معاه جرابات، بس بلاش تشتروا من على امازون. ممكن تدخلوا على جرابات على الفيسبوك، في اسمه كندليون في فيسبوك جروب، تدخلوا تشتروا من عليه جرابات بتبقى غاليه شويه، بس ده هتحافظ عليه ان هو بيتخربش بسهوله برضو. بس ننزل مبيعات امازون. ماشي يا رجاله، يلا عايزين اي حاجه؟ يلا سلام.